قولوا معي ما أقول: كلا كلا استعمار، كلا كلا استعمار، كلا كلا إسرائيل، 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 كلا كلا للتطبيع، كلا كلا للتطبيع، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، نعم نعم للإسلام، نعم نعم للإسلام، نعم نعم للمذهب، نعم نعم للمذهب، نعم نعم للسيد القائد، نعم نعم للسيد القائد، نعم نعم للسيد كل غيور وكل حسين وفاطمي، كل شريف وطاهر وكل آدمي، كل غيور وكل حسين وفاطمي، كل شريف وطاهر وكل آدمي، ويا كل محتلى. يقفون أبناء محمد الصدر، أبناء منطقة جسر ديالى، أبطال سرايا السلام، ليقولوا قولتهم ويرفضون الباطل وأهل الباطل، بل يرفضون إسرائيل كما رفضها المولى المقدس قدس الله نفسه الزكية على منبر الكوفة، ويرفضون التطبيع كما رفضها قائدهم السيد القائد مقتدى الصدر. والصلاة كلا كلا للباطل، كلا كلا. خرجنا هذا اليوم كوقفة احتجاجية ضد التطبيع والمطبعين، طبعا باعتبار أنه الكل يعلم بأنه إسرائيل هي البلد الشر، بلد الشر العالمي، لذلك لا يمكن أن نقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن كذلك بأنه العتب، كل العتب على المطبعين، بأنه وخصوصا إذا كانوا ينتمون إلى المذهب الشيعي أو ينتمون إلى العراق بصورة عامة، لأن العراق بلد عربي ولا يمكن أن نقبل التطبيع مع إسرائيل، ونحن رهن إشارة السيد القائد مقتدى الصدر بكل ما يأمر به. كلا كلا أمريكا، كلا كلا أمريكا، يبقى عالي الصوت وابدا ما رجف من ضميره للقيم واهل الشرف، يبقى نعلن بهذه وقفتنا الجماهيرية الرافضة للتطبيع المزمع اقامتها مع الكيان الصهيوني، ان هذه الخطوات اللي تقوم بها الحكومة العراقية وخصوصا الاطار هو تطبيع مع اسرائيل، ونحن بدورنا نرفض هذا التطبيع رفضا قاطعا، ونقول لهم الاسد في عرينه ينتظر ساعة الصفر حينما تطبقون. كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا الله سيد محمد لهسه يصيح لا، هم موتوا كل شي ما صح ورا، سيد محمد لهسه يصيح. جينا هذا اليوم استنكارا ضد كل من تسول له نفسه أن يطبع مع الكيان الصهيوني الغاشم الغاصب، ونحن متضامنين مع اخوتنا في الشعب الفلسطيني، ونحن تحت رهن إشارة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر ضد هذا الكيان.